السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا سارة الفخراني، وان شاء الله النهارده هنعمل روتين خفيف مع بعض، يا رب يكون خفيف عليكم. اول حاجة هبتدي بيها هعمل معاكم كبدة بدبس الرمان، طعمها تحفة جدا. اول حاجة هحتاج لها ان انا هحط كمية مادة دهنية في الطاسة. هحط زبدة، بصوا هحط زبدة على زيت زيتون، يعني هحط معلقة ومعلقة. والبهارات اللي انا هحتاج لها هي بهارات كبدة، تمام، تبقى في اكياس جاهزه، وفلفل اسمر وملح وكمون وكزبره، وممكن تزودوا اسمه ايه، نسيت، زعتر بري، هيبقى لطيف جدا برضو. ودي هنا عندي فلفل كوبي انا مفرزاه، وعندي هنا جنزبيل على توم، جنزبيل فريش وكنت فرماه وحطاه في الفريزر مع التوم. وهنا عندي الكبده اللي هي كبده الفراخ انا مقطعاها صغير. ودلوقتي كمان معانا اللي هو دبس الرمان، ده دبس الرمان اللي هنستعمله قد معلقتين كبار، تمام. هحط معلقه سمنه على معلقه زيت زيتون، بس كده. هسيبهم يسخنوا شويه، يعني لازم الماده الدهنيه تسخن شويه، وبعد كده نطش بقى الكبده. انا سلقه شويه قوانص برضو في الحله اللي هناك، هسلقاها وهقطعها صغير. بعد ما تستوي الكبده هحطها عليها، مش بحطها معاها لان بتطلع مهما تشوحيها في الاول مش بتستوي، يعني بتبقى محتاجه سوا اكتر. دلوقتي انا الزيت سخن، هنزل بقى بالكبده. بسم الله. واول ما الكبده ابتدت ان هي تغير لونها كده بالشكل ده، هنزل عليها بالفلفل والثوم. مبحبش الكبده تبقى كبيره ابدا، بحس ان طعمها بيبقى احلى كل ما صغرنا حجمها، بس بطعمها احلى يعني. مش عارفه اذا متفقين معايا ولا ايه. سيبها بقى شويه. ودلوقتي هنزل بالبهارات كلها. مش بتاخد وقت كتير الكبده، يعني حوالي ربع ساعه بس، هنسيبها ربع ساعه وبعد كده انزل عليها دبس الرمان اخر حاجه يعني. ودلوقتي خلاص دخلت في سوا كده، انا نزلت القوانص اهي، هقلبها معاها كويس. ريحتها تحفه وشكلها تحفه، وان شاء الله تعجبكم قوي، يعني ان شاء الله جربوها باذن الله تعجبكم. يعني دي اكله المستعجلين بصراحه، انا بعملها دلوقتي، ما عنديش وقت النهارده، فقلت بس هعمل الكبده وساندوتشات بقى او بالعيش. ممكن بعمل جنبها ساعات رز بالخلطه بيبقى تحفه، بس النهارده هعملها بالعيش بس وخلاص. دلوقتي المرحله دي بقى هنزل فيها اللي هو دبس الرمان. بسم الله. ده بيديها مزازه بقى وطعم تحفه. مش محتاجين نحط ليمون، بس هو الليمون طبعا اساسي فيها. ممكن نحط يعني ليمون بس هيبقى بسيط يعني في الاخر خالص لما نقدمها يعني. بس دبس الرمان بيديها مزازه وبيخلي طعمها في حته تانية. شكلها باين. ودلوقتي ده شكلها، هعصر عليها ليمونه وهطفي النار على طول. خلاص هي كده استوت بقت زي الفل يعني. خلاص طفيت النار، وده كده شكلها. تعالوا نقدمها في طبق. بسم الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم.
حطيتها كده في طبق التقديم، وبألف هنا وشفا اللي هيجربها ان شاء الله هتعجبكم قوي. جربوها وباذن الله تعجبكم. تعالوا اعمل معاكم احلى سموذي ممكن تدوقوه، وكمان مفيد جدا للناس اللي عندها انيميا. عندي بنجرايه، وعندي اخر بصراحه واحده برتقان محدش كان راضي ياكلها، وجزرايه متقطعه صغير عشان اساعد بس الخلاط في الحركه. تمام. وكوبايه ميه وعسل. يلا بينا. بسم الله. هنحط هنا البرتقان والبنجر والجزر، وهحط انا حاطه كوبايه الا ربع ميه عشان ايه مش هصفي اللي هيطلع، يعني هقلب الالياف اللي فيها عشان الالياف مفيده جدا للمعده. تمام. هنزل بقى بالعسل، معلقه عسل. تمام. دلوقتي هخلط بقى. بسم الله. وكده خلاص هنصبه بقى. بسم الله. اديله خلطه كمان معلش. تمام. بسم الله. مش عارفه اذا الكوبايه حمراء وهو احمر فمش هيبان، هستوريه لكم جوه. بسم الله. طبعا في فتافيت شويه، اللي بيزهق من الفتافيت ممكن يخلط اكتر، بس تمام. انا بالنسبه لي يعني عشان يبقى مشبع اكتر فبسيب فيه الفتافيت. جربوه وقولوا لي رايكم.